ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ معاكم احمد بيه بني ادم. زي ما انتم شايفين النهارده عيد ميلادي. هابي بيرثدي تو حسين. افرح واضحك، انسى العمر بيعدي يا حبيبي. سنة راحت يا حبيبي، سنة راحت يا حبيبي. بتكبر يا حسين، بتكبر يا ولد، ولا عيش يوم. وقاعد لوحدي النهارده بصراحه، فحسيت ان انا محتاج ونس، محتاج ناس احتفل معاهم واقعد معاهم، اتكلم معاهم ويتكلموا معايا، احس باللي هم حاسينه ويحسوا باللي انا حاسه. فنزلت لكم ستوري على الانستجرام، قلت لكم فيها تبعتوا لي فيديوهات ناس بتاكل. عارفين انتوا فيديوهات العائلات اللي هم متجمعين على ترابيزه واحده وياكلوا مع بعض وياخدوا يدوا في الكلام، وانتوا بعتوا لي حبه حلوين انا هاخد فيهم لفه دلوقتي. انا ما لقيتش مسميات للحاجات دي، بس شفت ان هم كلهم مشتركين في حاجه واحده او اسم واحد: تحديات الاكل. ايه الدنيا؟ يوميات احمد وفريال. اقوى مقلب ده ولا ايه؟ مقلب الشراهه في احمد وينك، شتمني وضربني كمان، انا ما سبتهوش، طلعت عينيه. تعالوا نشوف مع بعض مقلب الشراهه. انت بتحط ايدك في مناخيرك عادي. السلام عليكم. ايه ثانيه واحده، غالبا دي طريقه بدايه فيديوهاتهم، ان هو يجيب لك كارثه بتحصل مثلا في اول الفيديو بعدها السلام عليكم. ازيكم يا حبيب قلبي، عاملين ايه؟ انا زي الفل الحمد لله، انتوا عاملين ايه؟ فطار جديد يا انا رب ماليش يعجبك. مزاج في السندوتشات قوي. ولا انا والله ليا مزاج في السندوتشات. تقول لي لا هم السندوتشات 24 ساعة يا هي فريال. بتاكل سندوتشات من زمان. اعمل لنا سندوتشات يا فريال. فين سندوتش؟ يعني بصوا، انا دايما هروح على المصيبه اللي بتحصل في الانترو، يعني اي حاجه قبل السلام عليكم ورحمه الله احنا هنروح لها في الفيديو. بدايه المقلب. هي دي سندوتشات ايه؟ ده بيض ولا؟ يعني انا شايف بتنجان في السندوتش بتاعها، وشايف تقريبا بيض او جبن في الباقي. وايه الفلفل ده اصلا؟ ليه مضغوط الضغطه دي؟ ايه اللي انت بتعمليه ده؟ ايه يا احمد في ايه؟ انت مالك بيه؟ ايه يا احمد في ايه؟ انت مالك بيه؟ كل واحد ياكل بالطريقة اللي هي عاجباه. انا طريقتي كده عاجباني. طب انت عارف ان انا بعرف ما تعمليش الحركات دي. تعرف انت عايش معاها اكيد بقالك كذا سنه مثلا. ايوه. ايه العفانه دي يا شيخه بقى؟ اهدى على نفسك يا احمد. ان شاء الله انت نازله حارت. انت ايه الرجيم اللي انت عاملاه ايه؟ ده لسه ما خدتش السندوتش وانت خلصت اللي فيه. لا يا باشا، ده تحدي يعني تنزل تنسف الطبق زي ما بتنسف. ركزش بقى في رجيم ومش رجيم. قول يا عم انك مش عارف تكمل السندوتش. تعرف انا مالي انا؟ طب خلاص كل يا ست، خليني اكل انا كمان، ما تتكلميش بقى تاني. طب يلا كل بقى. تاكل يا احمد صحيح ولا السندوتشات مش عاجباك؟ تعملي ايه؟ بطلي تدهني في السندوتش بصباعك، يعني ده مقلب بس ما توصليش الموضوع للقرف الحرفي. انت هتاكلي من السندوتش ده دلوقتي. انا عايز اعرف ايه السندوتش الفاجر اللي هو يخليك تلحس في صباعك كله، لان انا شايف كل السندوتشات جافه. يعني انا مش شايف ولا ده فول ولا ده ايه. ما هو لو فول برضو ما اعتقدش ان الفول يعني حاجه ان انا احط فيها صباعي ايه اللي انا عملته ده؟ انا كمان انا ليه عملتها بجد؟ اللي هيكسب هياكل ان ده جبار. اللي هيقرف، اللي هيرجع، اللي هيعفن. هو شايل جواه كتير قوي، كاتم جواه غالبا من قبل المقلب. ما تاكل ايه يا احمد؟ انا شايف اكلتك ضعيفه يعني. بقى كده انت كنت تاكل مع الكلب اللي بيهوى جوه ده. انا باكل معاك اهو يا احمد. في ايه؟ ايه دي جاست؟ بوظ. انا باكل يعني عادي. الناس عارفه ان انا باكل كده. قرفانه تفتح المناديل عشان ايديك وسخه. انا عايز اعرف هو المقلب هيخلص في حته معينه وبعدها هيكملوا اكل عادي؟ اصل هو دي الدقيقه 7 من فيديو 19 دقيقه ونص، فهي هتفضل ال 19 دقيقه تقعد تمص في صوابعها. دي حاجه لو احمد هيقدر عليها احمد نفسه مش هيقدر عليها. فانا هجري شويه نشوف هنوصل لفين. اقفلي يا سلمى وخشي جوه دلوقتي. طب خشي طب دلوقتي يا سلمى. خلصي يلا خشي في الباب. عم اشوف ابوكي ده خلاص. مش كبقى انتوا وابوك. خشي يا سلمى يلا. لا خلاص خشي بس دلوقتي. خشي بعد اذنك. يلا. انتوا بتحبسوا اطفالكم على ما تصوروا الفيديو؟ طب يلا. انا مش عارف رايحين جايين على دكاتره الرجيم وعلى دكاتره بتاع الطبيعه. انت اللي مضايقك مش دلوقتي. مضايقني حاجه، مش مضايقني حاجه. خلاص يا عندنا التخلف اللي احنا فيه. طب دي بقى بقي ودي بقى. انا اكل براحتي. كل انت بقى. بتشتكي ليه بقى من ظهرك وبتشتكي من يا عم ما تضايق. الامور دلوقتي اصبحت شخصيه، وانا حاسس ان انا قاعد معاهم غصب عنهم، او حاسس ان انا ضيف تقيل. فشكرا، انا هشوف فيديو تاني. تحدي اكل 12 قطعه جاتوه واقوى مقلب في احمد. ريحتك وحشه بين قوسين. احمد زعل وساب البيت ومشي. يا ريتني ما هو خلص عندي. يا ريتني ما. ريحتك وحشه قوي يا احمد على فكره. بقيت من اللي وحشه معفنه انت. هتستقبله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بدايه المقلب اهو. ده بقى دلوقتي مقلب تاني على موضوع تاني، بس انت لسه بتعملي نفس الحركه. غالبا ده مش مقلب، ده لايف ستايل. ريحتك وحشه قوي. انت بتهزري ولا ايه؟ ايوه. انت بتاكل الشطف. انت على طول كده مدهولنا الدنيا ريحه. يا جماعه بطلوا تحسسوني بالاحراج من بعيد. انا واحد جاي يحتفل بعيد ميلاده معاكم وجايبين جاتوه وقاعدين بناكل مبسوطين كلنا. ايه التفاصيل اللي انتوا بتتكلموا فيها دي دلوقتي؟ بقيت من اللي وحشه معفنه. انت زي الفل اهو يا عم. لما ريحتك عامله كده ليه؟ ما تخليش ارخم واتنرفز عليكي. مش عارفه اقعد معاك على فكره. كميه الاصفر في الكادر مش طبيعيه. اصفر في التيشيرت، اصفر في الجاتوه، اصفر في الحاجات اللي هم بيشربوها، اصفر في الايس كريم اللي في النص ده تقريبا ولا ما اعرفش، واصفر في الستاير. انا بكره اللون ده اصفر بالمناسبه. بقيت من اللي معفن.
ايوه انت ريحتك وحشه. هي ليه قالتها من قلبها؟ ليه الحاجات كلها فيها شخصنه؟ كل مقلب بيكون في حاجات من تحت لتحت بتتضرب. انت اتجننتي ولا عاوزاني انكد عليك؟ ما انت يا احمد ريحتك مضايقاني. ريحة مين يا معشفه؟ يا جماعه استهدوا بالله شويه، في ايه؟ ما انا حتى قاعد يعني، اعملوا لي حساب. طب كل ده كله عشان بقول لك الصراحه، بقول لك على الحاجه اللي فيك بجد بتضايقك. خلاص يا فريال مش قدامي يعني قولي له الكلام ده في ودنه حتى. عشان الحاجه بقولها فيك عيب بجد. يعني انت اكتشفت ريحه دلوقتي مقفله؟ على طول بقول لك ريحتك وحشه. يعني ده مش مقلب دلوقتي، يعني دلوقتي دي تجربه اجتماعيه. استني يا سلمى دلوقتي بس عشان امك شكلها يومها. استنى يا سلمى دلوقتي، خش الباب واقفلي على نفسك على ما نخلص الفيديو. اتفضلي يا سلمى اقفلي على نفسك الباب. اطلعي بره دلوقتي وقفلوا الباب. انا قلت كده سبقت بس. لا سمير ما تشوف الحوار اللي احنا فيه ده. الموضوع تريجرنج فشخ يعني. هو اما كان في المقلب قلنا ماشي، بس حتى في الجاتوه بقى وفي حاجات الكريمي وبتاع اللي هو اطلعي بره دلوقتي يا سلمى، اطلعي بره دلوقتي بس. ادخلي القفص دلوقتي يا سلمى بعد اذنك. يلا يا سلمى اطلعي. اطلعوا بره. هما كام فرد في البيت؟ ممكن نرجع لموضوع ريحته دلوقتي. كل عشان انت ما كنتش اي حاجه على فكره. انت همك الفيديو يعني يخلص. انت في كل تحدي كده، انت ما بتاكلش طب بس تتكلم وتشتكي، في الاخر هي اللي تكسب وانت اللي تخسر. ايوه انا عايزه الفيديو يخلص، هو ده كله ان شاء الله هقطعه. الفيديو هيبقى ايه بقى؟ صح، هو الفيديو هيبقى ايه بقى؟ ما انا عمال اقطع من الفيديو انا كمان. واحده اهي وكل دي كمان وكل دي كمان عشان برو بينتقم. دي بقى قلب. يخرب بيتك انت بوظت لي الفيديو. الفيديو باظ يا احمد. ولا فيديو ولا بتاع. انا حاسس ان هي في شوكولاته هنا دلوقتي هتعمل. طيب بما ان احمد مشي فانا كمان لازم امشي، انا اكيد مش هنقعد انا وانتي لوحدنا يعني. السلام عليكم. معشوقة الجماهير المطلوبة من كل الناس، يوميات ام جنى. العيال خرجوا، قلت استغل مازن واطلب منه ينزل يجيب رنجة وفسيخ. اسمعوا الكلمتين دول من ام جنى. انا عايزه اقول لكم كلمتين بس الاول قبل ما نبدا الفيديو. قول يا ام جنى. انا زعلانه منكم ليه بس يا ام جنى؟ بجد زعلانه. انا عارفه ان زمان وش كله الحبوب كلها التليفون ده، حاسه ان وش كله لا. في حبوب وناموس. لا ما تقوليش كده على نفسك يا ام جنى، انت جميله. انا ولا بحط كريم، انا يا دوبك حاطه حته زيت كاكاو. طول عمرك طبيعيه وحقيقيه يا ام جنى، مش زي الناس التانيين. التليفون ده بيظهر كل حاجه فينا يا مان. هنعمل ايه بقى؟ دي التكنولوجيا الجديده ودي الموبايلات اللي احنا اشتريناها خلاص. مشكلتنا دلوقتي ان احنا معانا ايفون بيبين الحبوب وبيبين مشاكل الوش كلها. انا بعاني من الامكانيات العاليه دلوقتي. قبل ما نبدا الفيديو حطوا لايك عشان عايزه اقول لكم كلمتين. بصوا خد يا ام جنى لايك وادينا الكلمتين. انا مش عارفه انتوا بتعملوا معايا ليه كده. انا عملت لك ايه يا ام جنى؟ لسه جايه حرفيا. عملت فيكم ايه عشان تعملوا معايا اللي انتوا عملتوه؟ الله انا لسه جايه يا ام جنى، فكك بقى من الحوارات دي، بره عني الكلام ده. انا ما كنتش عارفه ان انتوا في لحظه كده يعني مسافه ما اقول لكم وصلوا القناه الصغيره ل 100,000 مشترك توصلوني كده يعني بالسرعه دي. انا كنت فاكره ان انا بعد رمضان هوصل لل 100,000. طب وانت زعلانه ليه دلوقتي؟ كنت فاكره ان انا يعني انا مش عارفه اقول لكم ايه. انا مش عارفه اقول لكم ايه. لا سيبك من المواضيع دي كلها. انت قعدتي دقيقه كامله تقول لنا ان انت زعلانه مننا، فايه السبب دلوقتي ان احنا وصلناكي 100,000؟ يا ريتنا يا عم وصلناكي 100,000 عشان تكوني زعلانه الزعل ده كله. ويا رب اكون عند حسن ظنكم. الفرخه طلعت على الايفون. امشي يا بنت اللذين، اسقلها بالبصل يا جميل البصل. امشي يا بنت. دي عنصريه ضد الفراخ دلوقتي، ده تشيكن فايلنس، كل ده عشان فرخه طلعت على الايفون. انا مش هتغير، انا هفضل زي ما انا، هفضل اموش انا اللكاكه الرخمه. ثانك يو ام جنى، ثانك يو فور بينج ريل. بص احنا جايبين بقى النهارده ناكل رنجه. يا جماعه انا عايز اقول حاجه على جنب، بس السكينه دي شبه كشري التحرير، ما تسالنيش ليه. مشكور. هتاخد نبتدي بالفسيخ الاول يعني بلاش رنجه دلوقتي. سيبك انا ماليش مزاج للاثنين بصراحه. انا بكره الفسيخ على الرنجه. انا قاعد عشانك انت يا ام جنى والله، مش عشان الفسيخ والرنجه ولا الفراخ اللي بتنط على الايفون. عشان بس ما يتزفرش. انا بعامل مازن حلو والله العظيم، بس مازن جوزي انا بحبه. باين عليكي توكسيك يا ام جنى. يبقى خلينا ناكل بقى. هتاكل مندن ولا هتاكل طري الاول؟ انا هشوف فيديو تاني. مازن طردني من الشقه وطلعت قعدت فوق السطح، بيقول اطلعي بره الشقه ريحتها معفنه. والله يا مازن لو اوريك. استهدي بالله يا ام جنى. انت عايز تطفشني؟ معاش ولا كان اللي يطفشك يا ام جنى، ما تقوليش كده. في المقابر النهارده. ايه مزرعه البصل دي يا ام جنى؟ ما شاء الله جميله جميله. بصوا شايفين الفسيخه عامله ازاي؟ مش عايز اشوف الفسيخ عامله ازاي، مش عايز اشوف يا ام جنى. افتحي معايا موضوع ولا اعملي اي حاجه بس ما تورينيش الفسيخه ارجوك بالله عليك. لأول مرة على اليوتيوب تحدي جامد جدا فوق السطح بيني وبين أختي بطة. قلت ايه؟ اتحدى نفسي بنفسي. أيوة كده هو ده يا أم جنى. سفرة رز مع ملوخية وفراخ. يا بنت بعيدي عني، اتقي ربنا فيا. هي دي مش فرخة صح؟ دي وزة تقريبا. معلش أنا جاهل في الحيوانات. انت عملت الفرخه الجميله دي المزقططه دي. الفرخه دي قولوا يعني ممكن تكون كيلو ونص 2 كيلو، ممكن تكون داخله في الثلاثه. يعني ممكن تكون من كيلو ونص ل 3 كيلو. يعني لسه عاملين لها انبادي مثلا، عدى شهر شهرين، فما نعرفش دلوقتي وزنها كام. بس هي كانت شكلها زي ما تقولوا عامله رجيم شويه. هيجي عليك الدور بس اصبري طولي بالك. ايه هي بتكلم فرخه دلوقتي بصل الفرخه الميته او المتحمره قدامها اللي هي ممكن تكون امها اصلا.
هم اكيد شايفين صاحبتهم او مامتهم وهي متحمره وبتتاكل. والله العظيم امشوا معاها من هنا، امشي. ليه القسوه دي يا ام جنى؟ طب حتى يعني حطيهم في حته بعيده عن الحته اللي انت بتاكلي فيها. هم حرفيا هم اكيد كانوا ضحايا فيديوهات تانية. ده كده مش هينفع بقى، كده مش هينفع بقى. تفتكروا الفراخ بيقربوا من الفرخه دي عشان هم عارفين انها فرخه فهم متاثرين مثلا؟ الموضوع بالنسبه لي رايح في حته دارك عموما. مش هخرب بيتي بايد، اي حاجه هتسيب مشاكل بيني وبين جوزي هبعد عنها عشان المركب تمشي. الفراخ دي انا اللي تعبانه فيها وانا اللي مربياها. ما تقوليش يا ام جنى، هم دول الفراخ اللي انا قابلتهم في الفيديو اللي فات؟ انت ذبحتيهم يا ام جنى. على فكره يا جماعه انا بعتذر لام جنى. انا بعتذر للفراخ، انا لسه مش عارف اتخطى موضوع الفراخ. انا شفت الفراخ وهي حيه وهي شايفه مامتهم او صاحبتهم بتتاكل، ودلوقتي انا بشوفهم وهما بيتاكلوا دلوقتي من ام جنى، وهي بتقول ان هي اللي مربياهم بايديها. ليه كده يا ام جنى؟ السلام عليكم، ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ لا انا هنا يا ام جنى مش هناك. الناس اللي ما بيجيلهاش اشعارات بالفيديوهات الغوا الاشتراك واشتركوا تاني. طيب يا جماعه دي حاجه ليكم انتوا برضو، لو انتوا ما بيجيلكوش اشعارات فيديوهاتي اعملوا ان سبسكرايب واعملوا سبسكرايب تاني، بس بالله عليكم ما تنسوش تعملوا سبسكرايب. اول حاجه عملتها يا احمد اول ما جيت هنا استحمى. طلع للبط والفراخ. لا استحمى يا احمد احمد، استحمى. انا برضو كل ما بقعد مع اي عيله اكتر من دقيقتين بلاقيهم بيفتحوا مواضيع المفروض ما يفتحوهاش معايا او ما يفتحوهاش مع 74,000 واحد. بجد يعني اسرار البيت ايه؟ طيب يعني ايه هتكون ايه اسرار البيت اكتر من كده؟ يوميات عائله ام توته انا فيها اللي مكفيني، وكمان ام عمر عملت معايا كارثه سودا. ايه اللي حصل؟ انا لسه جاي. هو ثانيه، هو ايه اللي حصل فوق على الشمال دلوقتي؟ في حد مضطهد في العيله؟ اب كل اهلا بيكم قناه مكدس بدايه عائلتي متوتة. قبل ما نبدا في لايك واللي يشترك في القناه تفعيل انت بتقولي ايه؟ انا مش سامع منك حاجه. كل جديد. احنا حبايبي احلى مسا. بس طبعا ايه احنا بنطلع معاكم عشان برضو ايه ما تزعلوش مننا يا ما حبايبي. تزعلوش مننا. كتر الف خيركم والله. انا والله ما زعلان، انا تمام، انا زي الفل. انتوا عاملين ايه؟ غصب عني ما تقولوش بقى ام توته مش مفرفشه ولا حاجه، دي غصب عني يا حبايبي. والله ولا انا كمان مفرفش يا ام توته والله. اللايكات لايكات بقى. انا هروح للحته اللي قبل الانترو زي ما قلنا، ان انا برضو بخش في تفاصيل ماليش اي علاقه بيها. هي تقريبا الست اللي لابسه مبيتي دي اللي هتقع دلوقتي. بص للكاميرا بتتشيك. الكاميرا عمال ايه؟ ايه السرعه دي يا ام عمر؟ اروح اجيب ميه طيب يعني اساعدكم في حاجه؟ انا حاسس ان انا هنا ما بعملش حاجه. يا حبيبتي يا بنتي. طمنين عليك يا ام عمر، كانتش لقمه فول. انت بتطلعي منها جن يا ام توته. راحت الفويد خدت لقمه كده وخدتها في حته ثانيه على راي الفود ريفيورز. السلام عليكم ورحمه. ايه الهزار البايخ ده بقى يا ام عمر بقى؟ مش كل مره يا ام عمر تخدعينا معاكي. عايز اعرف انا خالي عندها زي كده ولا لا يا حبايبي؟ والله مشكلتي اني بحبك يا ام عمر. ايه رايك يا حبايب قلبي؟ لا ما تهزريش معايا كده تاني يا ام عمر. مش طريقه هزار دي. لا وجعتي قلبي. لا يا حبيبتي. مش عارف يا جماعه انا ماشي. احمد ومروه اتنين كابل برضو بيعملوا كونتنت زي الكونتنت اللي احنا بنتفرج عليه. كل اللينكات اللي انتوا بعتوها لي ليهم كانت من تيك توك، فانا ما اعرفش هم على اليوتيوب ولا ايه الدنيا. يعني خلينا نشوف احمد ومروه. انت عارفه ان انا بحب الفانكه يا شيخ. حاسب يا حاج في ايه؟ بالراحه. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ دم مش معقول، مش معقول. انا باين عليه شفته قبل كده. مش مصدقه من لابلي. مفيش حاجه ما تخافيش. امي ماشي بس كده خلاص. دول احمد ومروه عادي جدا. هو ده بجد؟ هي بجد هي لفه حواليها كهارب. رمضان جانا. مروه جيمنج. هنا انتهى الفيديو بتاعنا النهارده. قوم عليها تاني حاول. هي ليه متعمده ان هي كل ما تقع تقفش في حاجه في الاكل؟ يعني تقفش في دبوس مثلا، تقفش في صينيه بطاطس. ايه وقفي كده انتهى الفيديو بتاعنا النهارده. بس كده دي كانت تحديات الاكل، ودي كانت العائلات اللي احنا زرناهم. اتمنى ان انا اكون ما اتدخلتش في مليون حاجه ما تخصنيش معاهم. كانت رحله غريبه طبعا. حوار تحديات الاكل اصلا بالنسبه لي بحس ان هو في مصر عندنا هو مش تحديات اكل، هو عندنا الناس بتتغدى وتتعشى عادي، بس هم مسمينها تحديات وبيشغلوا فيها موبايل، والموضوع بيجيب معاهم برضو في الاول وفي الاخر. ساعات مثلا حد بيكون جايب حاجه ياكلها يتفرج عليها فبيشغل تحدي اكل، فبيحس ان هو قاعد مع ناس بياكل معاهم بيشاركوا مع بعض قعده معينه. فانا جربت معاكم التجربه دي النهارده، وهل انا حسيت باي حاجه؟ لا انا ما حسيتش باي حاجه، بالعكس انا حسيت بقمه الاحراج. ودايما عندي احساس اللي هو عارف انت لما تروح عند ناس وتلاقيهم بيتخانقوا مع بعض، فانت بتحس ان انت عايز تسحب نفسك وتقوم تروح، بس انت اللي هو بتبقى قاعد كده. بس بجد كل العائلات والكابلز والناس دي كيوت يا جماعه والله. يعني بغض النظر عن اللي هم بيقدموه او ان اللي هم بيعملوه ده خطر على صحتهم او لا. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تدوسوا لايك، تعملوا سبسكرايب،
تعملوا شير لو الفيديو عجبكم، اعملوا شير يا جماعه، انتوا بقالكم كتير ما بتشيروش، عايزين نسمع شويه. وبس سنه جديده مبشره جدا، مواظبين شغالين كل اسبوع الساعه 8 على اليوتيوب، وعقبال كل سنه واحنا مع بعض، وعقبال كل اربع. وبس كده، ما اظنش ان احنا عندنا حاجه تانية تتقال. تقولي تحت في الكومنتات عايزين ايه الدنيا عن ايه الاربع الجاي، او لا الاربع الجاي مهرجان بايجر الفني، ولكن مع شخص فني. هنعرف كل ده على انستجرام، فاعملوا لي فولو على انستجرام. بس كده، انا مش عايز منكم حاجه تانية. عايزين اي حاجه انا تمام، لو انتوا تمام انا تمام، كده كده. يلا، عايزين حاجه؟ السلام عليكم.